سلام بنات، كتعاودوا؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي يكون هذا الفيديو عباره عن ستوري تايم. لاول مره غادي نعمل هذا المحتوى هذا في القناه ديالي باش نعاود لكم على التجربه ديالي. نتمنى الله تفيدكم البنات. ما عليكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا ستوري تايم اللي وقعت لي، وحتى نتوما خليو لي في التعليقات ستوري تايم اللي وقعت معاكم. المهم غادي نهضروا البنات على الليله ديال العيد الصغير، 29 يوم في رمضان. لا غدا ان شاء الله غادي يصبح العيد. كيف ما كتعرفوا هذا العيد هذا الاغلبيه ما كانش عامل الحساب انه غادي يكون لا غدا. كاملين بينا كنا كنقولوا العيد ان شاء الله بعدو. تفاجأنا حتى لآخر لحظة أنهم أعلنوا على العيد غدا غادي يكون في المغرب. إيوا كيف ما كتعرفوا البنات حنا ما عاوالينش شنو غادي نعملوا. غادي نطيروا وننزلوا باش نوجدوا كل شيء اللي ناقصنا، يا من السخرة يا من الملابس يا من التجهيزات ديال الدار، كل شيء باش نستعدوا غدا ان شاء الله يكون العيد. حتى انا مني من ايها الناس تحمست، نوضت كنعمل الشغل ديالي على ما يرام الحمد لله. قلت إن شاء الله بحول الله غادي نسالي مع ال11 نكون ناعسة أنا وولادي، باش غدا إن شاء الله ولادي باقين صغارين ملي نفيقهم يقدروا يفيقوا شبعانين نعاس، وحتى أنا معاهم نقدروا نفيقوا شبعانين نعاس، نمشيو عند العائلة مرتاحين، نقدروا نجلسوا مع العائلة. داكشي اللي كان البنات. ساليت شغلي في الدار الحمد لله. جبت حويجاتي وحويجات ولادي اللي غادي نلبسوهم الصباح ديال العيد، وجدت كل شيء صافي، كل شيء هو هذاك. وداك الليله البنات كنت بوحدي في الدار بحكم الخدمه ديال الزوج ديالي، كان غادي يجي حتى للصباح عاد غادي يجي من الخدمه. فداك الليله بوحدي انا وجوج ولادي صغارين، واحد عنده عام وواحد عنده عامين. صافي وجدت كيكه ديالي كيف ما قلت لكم، وجدت كل شيء. اخر حاجه كان خصني هي ندوش ليلي ووليداتي. صافي مشيت عند ولدي الكبير قلت له اجا ولدي اللي عنده عامين، قلت له اجي ندوش لكم باش نخرجوا ننعسوا. ولدي ديك الساعه كان كيخاف من الماء، ما كيبغيش يدوش، كيقول لي لا ما خصنيش ندوش عن تخنق، كيهاود لي الماء على عيني، بقى كيبكي. قلت صافي ماشي مشكل، مادام بدا كيبكي خليه ملاهي هو وخاه الصغير في التلفازه كيتفرجوا، غندخل انا بالزربه ندوش ونخرج. تكون الدوشه سخنت حيت داك الساعه كانت البروده، تكون الدوشه سخنت شويه باش ملي نخرج ندخلو ما يضربهمش البرد. صافي خليت ولدي كيتفرج في التلفازه، ما بغيتش ندخلو للطواليت هو كيبكي. ولدي الصغير كان في العجيله، كان باقي ما كيتمشاش، كان في العجيله. عطيته في يدو شي حاجه كياكلها وخليتهم الامور كامله مزيانه. يعني قلت 5 دقائق ما غاديش نتعطل. دخلت للدوش بديت كندوش وانا نتفكر باللي ولدي الصغير عنده شي حاجه في يدو كياكلها. قلت الله يستر، انا ما كنسمعوش مع الماء مطلوق، ما كنسمعوش، يقدر داك الحاجه يمشي ياكلها وتجيفو. ارى نوض نطلل عليه نشوف واش كلشي هو هذاك، عاد نرجع نكمل. داكشي اللي كان. نوض صافيه البنات، ساليت الشعر ديالي هو الاول، خرجت غادي نفتح الباب باش نطلع على ولادي. اذا بي كنلقى الباب مسدود. ما تيقتش البنات، جاتني بحال الصدمه. عاودت فتحت الباب كنلقاه مسدود، عاودت مره الثالثه كنفتح الباب وكنجبدو كنلقاه مسدود. تما البنات بحال خويتي لي الماء في ركابي. الباب مستحيل يسدوه ولادي وانا بوحدي في الدار، راجلي في الخدمه سد عليا الباب بالسوارت، مستحيل يقدر يدخل للدار راجلي. ولادي باقيين صغارين مستحيل يوصلوا اللوبه ديال الباب باش يشدوها عليا. شنو وقع هنا البنات؟ انا ملي دخلت ندوش ولدي ملي خاف شنو عمل؟ ناض جاب الكرسي وطلع فوق الكرسي ولحق اللوبه ديال الباب وسد عليا الباب وانا لداخل. شوفوا الطفل ديال عامين كيفاش فكر باش انا ما ندخلش ندوش له، شنو طاح عليه يعمل. جاتني فحال الصدمه. كانت عتجيني الله يستر هيستيريا، ما بقيتش عارفه شنو غادي نعمل. بقيت كنثبت راسي كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شنو غادي نعمل. بقيت كندق عليهم يفتحوا لي الباب بالسياسه، بلاتي هي احسن بشويه، مشي جيب الكرسي وفتح الباب. والو ولادي تخلعوا البنات بقاو كيبكيو جوج بيهم. ولادي بجوج بيهم كيبكيو، انا مسدود عليا في الحمام، حتى واحد ما معايا في الدار. والراجل ديالي غادي يجي حتى 8 ديال الصباح، وداك الساعه كانت 11 ديال الليل. ما بين 11 الليل ل 8 الصباح راه وقت البنات، يعيش اللي يعيش ويموت اللي يموت. صافي بقيت كنقول انا غادي نبقى حاصله في الحمام بالخلعه، غادي نفقد الوعي. وليداتي باقيين صغارين حتى هما بالخلعه وبالبكا بزاف، الله يستر توقع لهم شي حاجه.
وأنا في الحمام بقيت كنحس بالتنفس. صافي البنات ما بقاليش بالتنفس، بقوت الخلعة وقوت ما نربو بزاف في الحمام. نتوما عارفين الحمام دغيا كيسخن نربو بزاف. شنو غادي يعتقني من داك الموقف هذاك؟ الحمد لله لقيت سريجم صغير من نتنفس. فتحت داك السرجم بالزربة وبقيت كنقول شنو غادي نعمل دابا. بقيت كنتنفس، طلعت النفس ديالي، بقيت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنحاول نكالمي راسي. ولكن ملي كنسمع الصوت ديال البكا ديال ولادي في ودني ما نكذبش عليكم ما كنقدرش نبقى متحكمه في راسي، ما نقدرش نبقى هادئه، خصني نعمل شي حل. خرجت راسي من داك السرجم واخا كان صغير. بقيت كنعيط للجاره ديالي. كيف ما كتعرفوا البنات حنايا في العيد العائله اللي ساكنين معانا حنا في الدار كيسافروا، كاملين كيسافروا. الدار فيها 4 ديال الطبقات. الجيران التحتانيين كيسافروا واللي فوق مني حتى هي كتسافر. بقيت كنعيط انا كنقول ربما توقع شي معجزه ويكون شي واحد باقي ما سافرش في الدار. راه نعيط على الله وعسى يسمعني شي واحد. بقيت كنعيط 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 حتى شي واحد ما كيرد عليا. صافي من ديك الساعه الخلعه كتزاد. ما نكذبش عليكم، واحد الاحساس ما نقدرش نوصفه لكم. بقيت عاوتاني كنهدن راسي وكنعاود نخرج راسي من السرجم ونعيط نعيط نعيط على حرام جهدي، والو حتى شي واحد ما كيسمعني. قلت صافي راه كلشي مسافر. شويه بقيت كنحس براسي صافي غادي نسخف. شكون اللي وقدني البنات؟ كنسمع الصوت ديال شي واحد كيعيط لي من الشرجم. ديك الساعه بحال رجعت فيا الروح. نوضت كنجري مشيت كنطلل كنقول شكون كيعيط لي. لقيت الجاره الفوقانيه. قالت لي ودي ياك لاباس؟ حنا عاد دخلنا دابا من الزنقه، كنا كنتسخروا مع غدا العيد. دخلنا من الزنقه كنسمع ولادك كيبكيو. ياك ودي شي باس ما كاين؟ قلت لها الله يرحم والديك عتقني، راه انا ولادي سدوا عليا الباب، ها شنو وقع وشنو وقع وما عنديش كيفاش نعمل نخرج. عتقني اذا عندك النمره ديال العجوزه ديالي، حيت هي كان عندها تواصل مع العجوزه ديالي، اذا عندك النمره ديال العجوزه ديالي عيط لها باش هي تعيط لولدها اللي هو الراجل ديالي ويجي يفتح لي الباب ولا يشوف شنو غادي يعمل. المهم يسوق الخبر راه غادي يعمل شي حاجه، غادي يعمل شي حل. والصدمه الكبرى هي كتقول لي انها النمره ديال العجوزه ديالي ما بقات لها شي، فلاشة التليفون مشات لها النمره تمسح لها كلشي. تما البنات ما نكذبش عليكم رجلي عاوتاني خاو بيا. بقيت كنقول شنو غادي نعمل. طاح لي في بالي قلت لها واش الراجل ديالك هنايا؟ قالت لي ودي الراجل ديالي هنايا، حنا عاد دخلنا شنو نقدروا نعملوا؟ قلت لها شوف اذا عندك شي طرنوفيس قول الراجل ديالك ولا المهم اي حاجه يفرع لي الباب، هرسوها فرعوها جيبوا شي نجار يهرسها، المهم عتقوني انا ولادي ما عنديش مشكل في الباب. قالت لي واخا صبر حنا نشوفوا شنو غادي نعملوا. صافي مشات هي والراجل ديالها كيشوفوا شنو غادي يعملوا. انا باقا وحله في داك الحمام، ولادي باقيين كيبكيو. ما كذبش عليكم البنات واحد الشعور لا يعطي المسلم. بقيت كنتصنت واش فتحوا الباب ولا باقي، واش فتحوا الباب ولا باقي. الباب مستحيل تفتح لهم حيت الباب عندي مسدوده مدوره بالساروت 2 ديال الدورات، يعني وعد الساروت في الباب. حتى ولا نفرض انه الزوج ديالي جا باش يفتح الباب ما غاداش تفتح له الباب حيت انا عامله الساروت من الداخل، خصني حتى نزول الساروت عاد هو يقدر يعمل الساروت في الباب ويفتحها. بقاو كيفتحوا الباب والو ما تفتحات، وانا كنعيط من داك الشرجم على الله تسمعني وتقول لي شنو كاين غير طمني. بقيت البنات تما 8 ساعه المكانه وانا كنسمع ولادي كيبكيو ومع داك السيد كيحاول يفرع الباب ولادي كيزيدوا يتخلعوا. فهمتوا؟ كلنا داك السيد كيزيد يفرع الباب ولادي كيزيدوا يتخلعوا كيزيدوا يغوتوا وانا عقلي غادي يخرج. شويه الحمد لله كنسمعوا فرعوا الباب ودخلوا لعند ولادي. وجات مسكينه فتحت عليا الباب. داك الساعه عاد رجعت فيها الروح، ولكن ما نقول لكمش كيفاش خرجت مصدومه، حيت بصح كانت واحد الساعه ديال المكانه عشت فيها بحال نقول لكم 100 سنه طويله بزاف. داك الساعه ديال المكانه عشت فيها الاحاسيس كاملين، الاحاسيس البنات كاملين عشتهم فيها. ما نقدرش نوصف لكم شحال خايبين ديك الاحاسيس اللي عشتهم. صافي خرجت من داك الحمام مصدومه، ما جبره ما نعمل. كتقول لي بسم الله عليك مشي شرب الماء عمل شي حاجه، انا ما قادره نعمل والو، الباب مفروعه عليا. صافي قالوا لي الحمد لله على السلامه ديالك، مشاو في حالهم يكملوا الشغل ديالهم. بقات الباب ديال الفصيل ديال الدار مهرسه مفروعه. نتوما عارفين صافي كلشي غادي يسافر حتى هما غادي يسافروا، انا ما يمكنليش نخرج ننعس ونخلي الباب ديال الدار ديالي محلوله، ما غاديش يجيني النعاس. نقول دابا يدخل ليا شي واحد وعاد الدار خاويه ما فيها حتى شي واحد، كلشي غادي يسافر كلشي مسافر. وبقات غير الجاره اللي فوق مني راه طلعت تسالي الامور ديالها وتخرج حتى هي تسافر. قلت ما نضيعش الوقت،
أنا نمشي نعس ولادي، عملت من ناقص من الدوش، ما كملتش الدوش لا أنا لا ولادي، حدي غسلت شعري صافي، مشينا نعسو، خليت ولادي كينعسو وأنا فقت، غير نعستهم فقت أنا صافي كنحضي الباب الله يستر، كنقول دابا يدخل عليا شي واحد، ما صبرتش البنات ما نكذبش عليكم، عيطت للأم ديالي الحمد لله اللي هي قريبة ليلي، هي اللي لقيتها، خوتي ما كاينينشي، الأب ديالي حتى هو ما كاينشي، كيف ما قلت لكم العيد ما كناش عاملين له الحساب يكون غدا، كنا عاملين الحساب حتى لبعدو، صافي ديك الليلة كلشي مشى كيقضي الأشغال ديالو، اللي كيحسن، اللي كيتسخر، اللي كيكمل الشغل ديالو، جات عندي الأم ديالي قلت لها عتقني بشي لوبة نسد بها الباب باش نقدر ننعس، الحمد لله خرجت كتلقى واحد السيد باقي فاتح، شرات لي اللوبة وقدرت أنني نسد الباب عليا من الداخل وننعس، لحد الآن الراجل ديالي ما فراسو والو ما يتعاود، قلت ما نخلعوش يخليه مسكين خدام ما نخلعوش، حتى يجي في الصباح ونشوفو شنو كاين، صافي البنات داكشي اللي كان، نتوما عارفين ما قدرتش ننعس صراحة، شي نعاس ما شفتو، داك النعاس مقطع، ما عرفتش راسي ما عقلتش على راسي فوقاش شدتني عيني، تنعس كنتفاجأ بالزوج ديالي جا وكيدق في الباب، نوضت مخلوعة مع اللي داز عليا راه أصلا بايتة مخلوعة، نوضت مخلوعة فتحت الباب دخل السيد وجهو صفر، مسكين الليلة ديال تمارة جا أودي شنو كاين الباب مفروح تخلع، قال لي ودي شي باس ما كاين واش دخل عليكم شي واحد واش ما فاهم والو، قلت له بسم الله ما عندك علاش تخلع، هاشنو وقع وهاشنو وقع، الحمد لله ما عندنا ما نعملو يعني قدر الله ما شاء فاعل. نوضنا ديك الصباح وجدت الفطور اللي قسم الله، مشى الزوج للصالة ديال العيد، جا الزوج فطرنا، جات الوقيته اللي خصنا نخرجو نمشيو عند العائلة نباركو لهم العيد، نتوما عارفين البنات العيد شحال وحنا كنوجدو الحوايج ديال العيد لا ليلي ولا ولادي ولا راجلي، فضروري الصباح ديال العيد تمشي تدور على العائلة، حيت العيد الصغير هو هذا، إذا ما مشيتيش داك الصباح لعند العائلة وتغافرتي معاهم راه ما غاديش تحس بالعيد، المشكلة لقيناها في الباب، ما غاديش نقدروا نسدوها من برا حيت الباب كتسد غير من الداخل بالقفل، ولكن من برا ما عندنا حتى شي حل باش نسدو الباب، بقينا كنشوفو كيفاش نعملو، جبرت عندي واحد القفل زايد ولكن ما جاشي في الباب برا، حيت عندي الباب داخلة والكادر ديال الباب خارج، يعني ما يمكنش مستحيل، ملي سالينا الفطور وحنا كنهندسو في داك الباب كيفاش نعملو نسدوها ونخرجو، حتى للستة د العشية عاد لقينا الحل، من بعد ما تعصبنا وتجننا ومشى الصباح كامل ديال العيد والعشية والعائلة كلشي كيتسناونا، الحمد لله لقينا الحل مع ديك 6 ديال العشية، نوضت كنجري لبست لولادي لبست عليا لبست الزوج ديالي، خرجنا سدينا الباب غير بواحد القفل كيف ما قلت لكم ديبانيناها، ولكن بقى البال ديالنا كامل معلق معاها، كنقولوا الله يستر، خرجنا قلنا الدعاء استودعنا الله في الدار ديالنا وخرجنا فحالنا البنات، مشينا سبقنا من العائلة ديال الراجل ديالي هما الوالا، شافونا دخلنا معطلين دخلوا علينا قالنا شنو كاين، ما قدرت نقول لهم والو ديك الساعة ما نكذبش عليكم، قلنا لهم شي باس ما كاين غير صباح الزوج عيان شويه بحكم العمل، صباح عيان شويه هادشي اللي كاين، مشينا ما تلاقينا حتى شي واحد للاسف، كلشي كان مشى فحالو، ما تلاقينا لا العائلة ديالو ولا العائلة ديالي، صافي الناس جاو تغفروا تغداو مع بعضياتهم سالاو ومشاو فحالهم، تلاقينا غير الأم ديالو فقط وجينا فحالنا البنات، داك العيد سبحان الله داز علينا كحل، يا ربي تسمح لي على الكلمة هذه، ولكن ما نساش كنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذا كنت كنعلم الغيب ونعرف شنو غادي يوقع لي في داك الصباح ديال العيد اللي غادي نخرج فيه، لا انا ولا ولادي ولا الزوج ديالي ما عرفتش ربي الحبيب شنو لقى عليا، يعني شي حاجه كانت غادي توقع في داك الصباح ديال العيد، اذا كنت خرجت انا ولادي والزوج ديالي كانت تبقى عندنا شي حاجه، وربي الحبيب جعل هاد السبب هذا باش حنايا نبقاو في الدار ما نخرجوش. وهنا البنات كنعاود لكم هاد القصه هذه باش تكون لكم عبره، انكم عمركم تثقوا في ولادكم صغارين مهما كانت الظروف، حيت هادوك كيبقاو اطفال، راه اي حاجه تطيح لهم في البال يعدلوها بدون تفكير. وثاني حاجه اللي هي القدره الالهيه، شوفوا حنا كندعيو الله عز وجل يا ربي تباعد علينا المصائب، وشوفوا ربي كيفاش كيجعل السبب.
ودابا غادي تهبطوا للتعليقات وتخليوا لي الاراء ديالكم كيف جاتكم هاد القصه اللي عاودت لكم. ونتمنى من الله نكون عاودتها باختصار وفي نفس الوقت ما حرقت لكمش المراحل باش نحسسكم بداك الشعور اللي حسيته انا بداك اللحظه، وما نتمنى هاد القصه تتعاود مع حتى شي وحده فيكم. عافاكم، ردوا بالكم مع وليداتكم. نتوما عارفين الدراري صغارين ما فيهمش الثقه، والحمد لله على لطف الله. اذا وصلتي حتى لهنا كيف العاده ما تنسونيش بلايك ديالكم والتعليقات اللي كتعطيني الطاقه الايجابيه باش نستمر معكم. واذا كنتي اول مره كتشوف القناه كنقولك حبيبتي دخل اشترك في القناه باش هكذا كيوصلك الجديد ديالي. ودابا غادي نقول لكم السلام عليكم ونشوفكم في فيديو جديد.